مسلسل علاقات معقدة. المسلسل ده حلو جدا جدا جدا، اتعمل منه جزئين بس هنعتبر الجزء التاني ما اتعملش لانه كان 4 حلقات بس. اما الجزء الاول كان 40 حلقة وكان حلو جدا جدا جدا. بيتكلم عن عايشة جول، هي فتاة طيبة جدا ورقيقة وبريئة كده، عايشة في حالها وعايشة في بيت باباها اللي ورثته بعد ما توفى. بيجي لها بقى في يوم اصحابها المقربين يقولوا لها ان هي كسبت رحلة مجانية لليونان، مش هتدفع اي حاجة وهتسافر. فبتوافق وبتسافر الرحلة دي، وخلال الرحلة دي بتتقابل مع الممثل الشهير بتركيا جان تيكن. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين نفس الفندق، ولكن بتتفاجئ ان مفيش اي حجز باسمها. طب تعمل ايه؟ بتتصل باصحابها مش عارفة توصل لهم. بيساعدها ان هي تاخد غرفة في الفندق ده شخص اسمه مراد. وبعد كده بتطلب من جان تيكن فلوس على ان هي هتردها له لما ترجع لتركيا، عشان هي مش معاها اي فلوس لما جت هنا. بعد كده لما بترجع بقى تركيا بتكتشف ان البيت بتاعها فاضي، مفيش اي عفش، البيت بتاعها اتباع، واصحابها دول خدعوها وخلوها تمضي على عقد البيع وهي مش واخده بالها على اساس ان ده الرحله بتاعه اليونان. فبتكتشف كمان ان جان ده هو اللي اشترى البيت. بتفضل قاعده بقى قدام البيت حزينه كده وبتصعب على الواحد والله وهو بيتفرج على المسلسل، لحد ما بتصعب على جان ده وبيدخلها البيت، ولكن بيشترط عليها ان هي هتدخل البيت هتشتغل خدامه فيه مش اكتر من كده. بعد كده بتدور احداث كتير وبيطلب منها كمان ان هي تتجوزه لمدة 6 شهور عشان يخلي إليف اللي كان بيحبها تغير عليه. بتحصل أحداث كتير جدا في المسلسل، من المسلسلات المميزة جدا 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 واللي موجود برضو بالدبلجة.